سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، ولكن قبل النشر إلى حضراتكم هذا الإعلان عن التماس رؤية هلال شهر رمضان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن المحتمل أن تثبت رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم غد الثلاثاء 29 من شعبان من عام 1447 هجرية، الموافق لل17 من فبراير 2026 ميلادية. وعليه فالمطلوب من جميع المسلمين أن يجتهدوا في التماس رؤية الهلال مساء اليوم المذكور عليه. فمن رأى الهلال فعليه إثبات شهادته لدى أقرب مكتب فرعي لدار الإفتاء أو مجلس أوقاف. فإذا ثبتت رؤية الهلال مساء الثلاثاء فسيكون يوم الأربعاء غرة شهر رمضان لعام 1447 هجرية، الموافق ل18 من فبراير 2026 ميلادية. وإن لم تثبت رؤيته مساء الثلاثاء فسيكون أوله الخميس 19 من فبراير 2026. أعاننا الله على صيامه وقيامه ووفقنا على الختام والقبول، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. فيما يلي أبرز عناوين هذه النشرة: تشييد مشروع مياه شرب في ضاحية قرقر. أعمال جارية لتشييد سد وتصليح الطرق بعدليتشي. إسهامات كبيرة لبرنامج الادخار والقروض المصغرة بتسني. سقوط قتلى بهجمات ضد مواقع عسكرية في بوركينا فاسو. إعفاء جمركي على واردات الصين من 53 دولة إفريقية. البنتاغون ينقل مفاعلا نوويا متطورا لاختباره. تم تشييد مشروع جديد لتوفير مياه الشرب تم بناؤه بالتعاون بين الحكومة والشعب في ضاحية قرقر التابعة لمديرية منصورة بكلفة بلغت حوالي 3 ملايين نقفة. وأشار مدير إدارة الضاحية السيد حبوس منقستهاب في الكلمة التي ألقاها بالافتتاح الذي عقد يوم 12 من فبراير الجاري إلى أن المشروع سيحل مشكلة مياه الشرب في قرى قرقر وورجوة وزرفتاي وانتيتره. وأوضح مسؤول فرع ثروة المياه في إقليم القاشبركة المهندس زر أبروخ تخلي أن المشروع الذي يعمل بالطاقة الشمسية يشمل حوالي 9 كيلومترات من أنابيب المياه وحوض بسعة 50 متر مكعب و4 محطات للتوزيع. وأضاف مدير مديرية منصورة تادس قبر قرقيش أن الحكومة تعمل مع السكان لخلق فرص للقرى المتبقية للتخفيف من مشاكل مياه الشرب لديهم بطريقة مماثلة، مشيدا بالمبادرة التي قام بها سكان الضاحية. وأشار ممثلو الشعب والأعيان من جانبهم إلى أهمية المشروع في تنمية المجتمع وصحته، وتعهدوا بالمساهمة في المبادرة لحل مشكلة مياه الشرب في القرى المتبقية. وتضم ضاحية قرقر أكثر من 700 عائلة، وهي واحدة من 10 إدارات ضواحي تابعة لمديرية منصورة، وتقع على بعد 27 كيلومترا جنوب شرقي منصورة. تشهد إدارة ضاحية عدليتشي التابعة لمديرية عدقيح تنفيذ مشروع إنشاء سد وشق طريق ترابي وسط تقدم ملحوظ في وتيرة العمل. وأوضح المهندس المشرف على المشروع تخلويني زايد في تصريح له إن أعمال إنشاء سد باوان قرن معارن تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن السد يتوقع أن يستوعب نحو 150 ألف متر مكعب من المياه، مضيفا أن المشروع سيسهم في توفير مياه الشرب للسكان والثروة الحيوانية، فضلا عن دعمه لجهود التنمية الزراعية في المنطقة. وبين المهندس تخلويني أن نسبة الإنجاز بلغت حتى الآن 25% بالتوازي مع تنفيذ طريق ترابي بطول يزيد على كيلومترين لتسهيل الوصول إلى موقع السد.
وذلك بدعم من الآليات والمعدات الثقيلة. من جانبه دعا مدير مديرية الدقيح السيد هبتاي تسفازجي خلال برنامج ترفيهي نظم لأفراد قوات الدفاع المشاركين في تنفيذ المشروع إلى تعزيز دور ومساهمة المواطنين في إنجاح هذه الجهود التنموية. كما عرب سكان 5 قرى تابعة لإدارة منطقة عدليجي وهي قرن معر وعدليجي وتصدح وأشران وعدقوماني خلال حفل أقيم في 14 من فبراير عن شكرهم وتقديرهم لوحدات قوات الدفاع المشاركة في تنفيذ المشروع. يذكر أن عدليجي تقع على بعد 25 كيلومترا غربي مدينة عدقية. قدم فرع برنامج الادخار والقروض المصغرة مول بمديرية تسني قروضا بقيمة 24.7 مليون نقفة ل 1350 مواطن في عام 2025 بالمديرية. وصرح مدير الفرع سيد تادس مبرهتو أن المهمة الرئيسية للبرنامج هي توفير فرص للقروض المصغرة للمواطنين في القرى والبلدات الذين يواجهون صعوبة في الاقتراض من البنوك، أنهم يعملون على تحقيق ذلك. ويخدم الفرع الذي يعمل في مناطق تسني وقلوج وهيكوتا وفورتساوة 11498 زبون في 51 إدارة ضاحية و200 قرية، و49% منهم من النساء، معظمهن يعملن في مشاريع صغيرة والزراعة وتربية المواشي. وقال المسؤول إن 39.7 مليون نقفة، أي ما يعادل 68% من القروض التي صرفت العام الماضي قد سددت، مضيفا أنه تفرض فوائد على القروض التي لم تسدد في الوقت المحدد. ودعا الجهات الحكومية المعنية وخاصة إدارات الضواحي للتعاون. وقال مسؤول القروض في الفرع سيد لينين عقبة سلاسي إن التوعية التي قدمت للعملاء ساعدتهم على تعزيز فهمهم. وأفاد المستفيدون من البرنامج من جانبهم أنهم بدأوا بقروض صغيرة من مول، ووصلت قروضهم الآن إلى 150 ألف نقفة. نظمت دورة للشباب في تربية النحل بالتعاون بين إدارة مديرية شامبوكو ومكتب الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا. وأفاد مسؤول اتحاد الشباب بالمديرية الشاب حقوس كستين أن التدريب يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات إضافية وإيجاد فرص عمل أفضل وإحداث تأثير إيجابي على بيئتهم. وذكر أن 28 شابا من بينهم 19 من الشابات شاركوا في التدريب. وضح مسؤول فرع اتحاد الشباب في القاش بركة المكلف ماريكوس جرماسيون أن التدريب جزء لا يتجزأ من التدريبات التي تهدف إلى تعزيز القدرات المهنية للشباب. وحث مسؤول وحدة الإدارة والمالية بالهيئة سيد تارك أباي على أن تحظو المؤسسات الحكومية حظو حملة اتحاد الشباب الموجهة إلى الشباب، وأن يستفيد الشباب من الفرص المتاحة لهم. في غضون ذلك تم منح 12 طالبا ممن حصلوا على درجات عالية في امتحان الصف الثامن الوطني وامتحان الشهادة الثانوية بجوائز تانفيدا على مستوى المديرية. كرمت مدرسة رورا الثانوية في مدينة كرن طلابها الذين حصلوا على 3 علامات أو أكثر في الامتحان الوطني للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024-2025. وفي كلمته خلال الحفل الذي أقيم في 11 من فبراير، أوضح مدير المدرسة الأستاذ هبتوم تسفاسيون أن مكافحة الطلاب المتميزين وتشجيعهم يساعدهم على تحمل المزيد من المسؤولية والتأثير على من سيأتون بعدهم. وذكر مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأستاذ كفلاي عند مريم بأن دور الجهات المعنية بشكل عام والآباء والمعلمين بشكل خاص يجب أن يحظى باهتمام كبير في الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم والطلاب. هذا وقد حصل ما مجموعه 40 طالبا من بينهم 25 من الطالبات ممن شاركوا في الامتحان الوطني للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024-2025 على درجات البكالوريوس والدبلوم. عقد اجتماع في مديرية نقفة في 14 من فبراير بمشاركة المعلمين والمشرفين ومسؤولي المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية الكبار والأعيان، ركزت على تخفيف المشاكل في عملية التعليم والتعلم. وأفاد مسؤول مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ جمع بخيت إن نسبة النجاح في النصف الأول من العام بلغت 77.6% في المرحلة الابتدائية
و81.7% في المرحلة المتوسطة و79.6% من المرحلة الثانوية، مشيدا بالمجتمع للمساهمة في تشجيع المعلمين، وذكرها بأهمية التواصل الثلاثي القوي. وحث المشاركون على بذل جهود منسقة لتحسين أداء الطلاب ونتائجهم. في غضون ذلك تم تقديم دعم مالي للمواطنين ذوي الإعاقات الذهنية في مديرية نقفة. بهذه المناسبة حث مدير مديرية نقفة سيد يعقوب إدريس على الاستمرار في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها مسؤولية كل مواطن. كما دعا مسؤول مكافحة الجريمة السيد ميكائيل طعمي إلى تعزيز التعاون بين الشعب والشرطة للحد من الجرائم في المديرية. استشهد منتسب القوات الجوية الإريترية المساعد أول الراية صقاي جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 82 عاما. التحق المناضل الراية بصفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا في شهر فبراير من عام 1975 وناضل ضمن وحدات الاتصالات والورش والوحدات القتالية، ثم عين بعد الاستقلال في القوات الجوية وخدم فيها حتى وفاته. المساعد أول الراية صقاي رب أسرة وأب ل7 أبناء، وقد أوري جثمانه الثرى عصر اليوم 16 من فبراير في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب قيادة القوات الجوية عن بالغ حزنها استشهاد الوكيل أول الراية صقاي، وتعزي زويه ورفاقه المناضلين وزملائه. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أسفرت سلسلة هجمات نفذها مسلحون عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في شمال وشرقي بوركينا فاسو خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت به مصادر أمنية. وتشهد بوركينا فاسو التي يتولى الحكم فيها منذ سبتمبر 2022 مجلس عسكري بقيادة النقيب إبراهيم تراوري أعمال عنف مستمرة تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة منذ أكثر من عقد. ووقعت أحدث هذه الهجمات بحسب مصدرين أمنيين حين استهدفت مفرزة نارية في شمال البلاد من دون أن يقدم المصدران أي حصيلة للضحايا، بينما وصف أحدهما الهجوم بأنه كان واسع النطاق. وتعرض موقع عسكري في تيتاو عاصمة ولاية لوروم شمالا لهجوم نفذته بحسب مصدر أمني في المنطقة تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية مجموعة تضم مئات المسلحين. أفادت وسائل إعلام حكومية صينية أن بكين ستطبق رسوما جمركية صفرية على الواردات من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، وذلك اعتبارا من أول مايو المقبل. وذكر تقرير للتلفزيون الحكومي أن بكين ستواصل أيضا الحث على التفاوض والتوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية، وستوسع نطاق وصول الصادرات الإفريقية إلى الصين من خلال آليات محدثة مثل ما تطلق عليها القناة الخضراء. ويعد ذلك خطوة استراتيجية جديدة ضمن مساعي بكين لتعزيز مكانتها التجارية في إفريقيا في مواجهة المنافسة الأمريكية والأوروبية. وكانت بكين أعلنت شهر يونيو الماضي استعدادها لإلغاء الرسوم الجمركية على جميع الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، وذلك خلال انعقاد منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون عن نقل واختبار مفاعل نووي متطور تنفيذا لأمر أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الطاقة النووية. وقالت الوزارة إن المفاعل النووي طورته شركة فالار أتوميكس، وأن نقله يأتي بموجب الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب. وستتم عملية نقل المفاعل من قاعدة مارشال الجوية الاحتياطية في كاليفورنيا على متن طائرة عسكرية من طراز سي 17 إلى قاعدة هيل الجوية في ولاية يوتا. ووصف الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للبرنامج المبادرة بأنها مشروع مانهاتن الثاني لأمريكا، واضعا إياها ضمن مسعى أوسع لاستعادة ريادة الولايات المتحدة في المجال النووي.
ثار بركان كيلاويا الذي يعد أحد أنشط البراكين في العالم في أرخبيل هاواي، متسببا بانبعاث الحمم البركانية على ارتفاع 35 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر. وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء بأن ثوران البركان يحدث في منطقة مغلقة في متنزه براكين هاواي الوطني. وتشير أجهزة الاستشعار الأرضية القريبة من فوهات البركان إلى أن الرياح تهب من الشمال الشرقي، مما يوحي باحتمالية انتشار انبعاثات الغازات البركانية والمواد البركانية باتجاه الجنوب الغربي من بركان هاليماواو القريب من سطح الأرض. ويعتبر بركان كيلاويا أحد البراكين الخمسة التي تتألف منها جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة في وسط المحيط الهادئ، ويعد من أنشط البراكين في العالم، حيث يثور بشكل مستمر منذ عام 1983، وكان آخر ثوران له في شهر ديسمبر من العام الماضي. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تشييد مشروع مياه شرب في ضاحية قرقر. أعمال جارية لتشييد سد وتصليح الطرق بعدلج. إسهامات كبيرة لبرنامج الادخار والقروض المسقرة بتسني. سقوط قتلى بهجمات ضد مواقع عسكرية في بوركينا فاسو. إعفاء جمركي على واردات الصين من 53 دولة إفريقية. البنتاغون ينقل مفاعل نووية متطورا واحتمالي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.